حاول يمين يسار تحرر فلسطين. أخيرا حصلوا شيء، كيف يحررون فلسطين؟ أخيرا حصلوا الرقصة، صاروخ اللي بتحرر فلسطين، رقصة الحرية. في حد درجت لنا الدواء بالغلط، سموح اعذرونا يا اخوان. لن تحرر الامارات دام في الوجود بلا اسمه. ابوي حنا 1,500,000، حنا اللي حرمناكم من تحرير القدس. وش قدمت بلادك انت لفلسطين؟ وش قدمت؟ ما الشيء اللي انت مقدمنا لفلسطين غير الرقص والشعارات الفاضية؟ في شيء انت مقدمنا؟ كله خرطي، كلكم شعارات وحروبكم على الهواء. مساء الخير. إذا عندك شيء تفضل فوق خبرنا وش اللي عندك. عليكم السلام. هو مو بس غاز بس، قدموا الغالي والنفيس. صهيوني عليك تطلع فيا، على بعثت لي انا ما ضمون درتش طالب صهيوني يا ولد الصهيوني، يا ولد بالناقص الصهيوني، انا ما درتش طالب على بعثت لي. قول يا ولد بالناقص الصهيوني، يا ابن شيطان العرب. قول الجاية عليك تبعت لي، انا ما طلبتش، عليك تطلب مني. اتكلم بالنقص. الدويلة العميلة. قول الدويلة العميلة للصهاينة. تحشموش، العالم قاعد يضحك عليكم، العالم الإسلامي والعالم العربي وحتى الأفارقة، حتى الشرفاء في العالم كل يعرفونكم أنكم خونة وصهاينة. الصهيوني الصهيوني حيوان. صهيوني ليش كتمتونه؟ لا تكتمونه، لا تكتمونه يا اخوان، لا حد يكتمه. المشرفين لا تكتمونه، خله يطلع اللي في قلبه، خله يطلع. لا لا، علاش ترتولي، انا ما طلبتش، علاش طلعوا فيا؟ انا ما طلبتش، انا ما نطلعش مع الصهاينة على بالك وعملائهم. وش قاعد تسوي هنا؟ ها دامك ما تطلع مع الصهاينه، ليش تدعم الصهاينه زين؟ انتم اميرك يدعم الصهاينة، اميرك وش الناقص. دليلك؟ وش وش دليلك؟ دليلي؟ إيه؟ كيفاش وش دليل؟ شلون دليل؟ وش الدليل اللي عندك؟ وش عندك من انا دليل؟ انا انا بنسألك بما انك اماراتي، انا عاوز نسأل عطني دليلك اين اول شيء الشعب وبعدين. الاماراتي؟ اين الشعب الاماراتي؟
عطني دليلك اول شيء. دليلي وش الدليل اللي عندك؟ دليل المقاومة كلها، المقاومة وش والشعب المقاومة والشعب الفلسطيني والشعب في غزة متعاطي يعرف من هو شيء، القائم. بنزين شيء، متعاطي بنزين، أنا متعاطي حشيش شيء، شربان لا شيء، وش لا تخبص يا أخي. والكلام يمين يسار من الصبح، ولا جملة جاسم مفيدة قايلينها، انت كلام ج- المقاهي. تفضل قل يا ج- ابوي، جاسم، تفضل قل شيء مفيد. الحشيش موجود. أين تقيم أنت؟ المصدر الأول علقت للحشيش هو. علقت أين تقيم علقت أنت؟ الحشيش خليت المفيد. الحين عطنا شيء مفيد. اسمح لي أنت قلت عطنا شيء تعاطي مفيد. حشيش. انا قلت الحشيش في خليت الدولة بالك يا التي ابوي، تعيش فيها أنت هي التي تصدر للحشيش للعالم كله. تماما زين، تماما نصدر كل شيء زين. تفضل عطني جملة مفيدة. أعطيتك جملة مفيدة، وش هي؟ قلت لي متعاطي حشيش، قلت لك أنت في بلد الحشيش. تماما زين. بعده وش عندك؟ تفضل. بعد وش عندي؟ انتم عندي عندي مبرمجين عندي شيء عندي كلام رقص. شوف، المقاهي، عندكم عندي رقص، مسار عندي بالكلام شوف شيء، تعرفون شوف شوف حوار السب شوف يا والقذف. جاسم، نعطيك واحد تقدر المعلومة، تناقش انسان جاسم. باحترام، تقدر تناقش باحترام، تقدر معليش تناقش أني نناقش باحترام، باحترام. اسمعني جاسم، تقدر اسمعني. تناقش باحترام. واحد اثنين. نعم، تفضل. أناقشك باحترام بدون احترام كما تريد. لا لا، ما احنا ما تربينا على نناقش بدون احترام، نناقش بالاحترام. آه، هاي نناقش العادات نناقش تمس. باحترام المحترمين. اول ما فتحت المايك لا تعرف جاسم، ولا تعرف ابوه، ولا تعرف اصله، ولا بيني وبينك أعرفك مسألة، ولا أعرفك بيني كيف وبينك. أعرف. خليني اتكلم مثل ما اعطيتك مجال تتكلم. اول ما طلعت تتكلم كلام المقاهي، صهيوني ما صهيوني، ابوك وامك اخوك، يمين يسار. وش المستوى ذا يعني؟ وش استفدنا من كلامك الحين؟ كيف حسيت عمرك انت وتتكلم بالطريقه هاي؟ تشي تشرف الجزائر، نعم. تشرف الشعب الجزائري دام تتكلم بهاي الطريقه. انجاز أنا لا يعني. أمثل الجزائر. أنا لا أمثل انجاز يعني. الجزائر، أنا أمثل نفسي. انجاز يعني. لا أمثل الجزائر. زين. ما اسمع دام جاسم. نفسك أنا تتكلم د- تتكلم بالدليل. أنا عطنا دخلت دليل. وش لللايف. عندك على كلامك؟ أنا دخلت لللايف، أنتم أرسلتوا لي، عطنا أنا كلام، قلت لك. عطنا دليل على كلامك، عطنا دليل. أنا ليش ترسلوا لي؟ أنا ما طلبت قست، عارف هذا اللي اللي قلت. كذا قلت فين أنني صدق. لا أطلع مع الصهاينة. تعطون صورة وسخة على الجزائر. انزل تفضل تحت، انزل اعطي صورة على دولتك. ترى هاي صورة غلط تعطى على بلادك ترى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك أخي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ ساك طيب؟ لا باس عليك. والله الحمد لله. وش رايك خويك اللي كان قبل شوي؟ والله ما سمعته يا أخي، والله ما سمعته، بس أنا حابب الموضوع. وش هو الموضوع؟ والله الموضوع هاي اقول لك الصدق، انتم كشعب محبوبين اوكي، بس مسؤولينكم كل يوم يطلعون خرابيط والله العظيم انها تسد النفس. مثل هذا حفيظ الدراجي اللي محط لهم الحين يتمسخر على اللعيبه ومحط لهم رقصه الحريه الفلسطينيه. بالله عليك شي بتحرر فلسطين؟ شو زعجك الموضوع؟ زعجك حفيظ دراجي؟ مزعجك؟ لا يا باللي ضحك بس، مو ما يزعجني. وش ابوه منو هو اللي يزعجني اساسا؟ هي وينو المشكل؟ هو كي حط منشور كيما هكا، وينو المشكل؟ المشكل أين؟ انت راضي على المنشور؟ منشور عادي، انت اي راضي على واحد المنشور؟ يحط منشور حر، هو حر. اسمع يا اخي، اسمع نهضروا، نتكلموا شويه ونفهموا بزاف. هاي مثل دولة الجزائر. لا هي مثل دولة الجزائر. لا اسمع، كل واحد معبر على رايه، حر فيه هو حر انت فيه. الحين كشخص، انت الحين عطنا رايك الحر. انت مع الشيء اللي قاله حفيظ دراجي ولا لا؟ انا ما شفت فيه مشكل. ما شفت فيه مشكله. كيف رقصه لما الحريه الفلسطينيه؟ هاي متى كانت رقصه الحريه الفلسطينيه؟ متى في فلسطين عندهم رقصه حريه شي برقصون؟ لا، مزعجك انت الرقصه كي ينتسبوها لفلسطين؟ مزعجتك؟ يا ابوي الحين عطنا رايك، انت فسر لي الشيء اللي لا خلاك لا لا لا، انت واحد كي ينتسب وش الناس معليش، الناس لحظه هاي لحظة. الرقصه يعني هذه، تاع الحريه، اجعلها يا اخي منتسبه لفلسطين. علاش تزعجك؟ علاش تزعج؟ علاك مقلق منها؟
يزعجني ان مسؤولين يطلعوا خرابيط الشعارات الفاضيه، ودنا نحرر القدس، ودنا نحرر القدس، ودنا نحرر يا فلسطين، لا يحكون على الشعب يا بالشعارات الفاضيه، الشعارات سامع مليانه ريح معليش. ما فيها شيء. شعارات مليانه ريح. شو اقول لك حاجه، شعارات مليانه ريح. يعني انت اللي مقلقك فلسطين، كيف الجزائر راهي ديما مع فلسطين ظالمه ومظلومه بشعارات وماشي شعارات. الجزائر بحياتها ما كانت مع الجزائر بحياتها ما كانت مع فلسطين، لو كانت مع فلسطين ما كانت تطرش ناقلات غاز لاسرائيل. ضحكت في الموضوع صح؟ والله في ناس ما تدري من الضحك ترى على فكره. ضحكني ضحك الغصه بسبب ضحكني موضوع شوف 80 من 80 امارات هو لا من فلسطين. من فلسطين هو. اي والله بحكي بصح. اي نابلسي من فلسطين. من فلسطين هو. تعرف نابلس بفلسطين؟ الا غالب عليك ما تمثل انت الشعب الفلسطيني، والله ما تمثل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني الحر منو ممثلهم؟ انت الشعب الفلسطيني أيوة. الحر، انت والله ما تمثل الشعب الفلسطيني الحر. تمام انا اعرف منو ممثل، يعني انت اسال الشعب الفلسطيني وبعدون يخبروك. ها انت هذا شيء بيني وبين الشعب الفلسطيني، انت ما يخصك، انت من الجزائر صح؟ يا من الجزائر حر، ومن الجزائر وعندي الشرف الحمد تمام. لله يا ربي اني، والحمد لله يا ربي اني جزائري. ليش يوم الانسان ليش الانسان يوم يكلمكم الشعب الجزائريين دوم الجزائري حر، ليش ما تسمع السعودي يقول لك انا سعودي حر، والاماراتي يقول لك انا اماراتي حر، والمغربي مغربي حر، التونسي حر؟ ايش عندكم مشكله مع الحريه هاي المصطلح الحريه؟ الحمد لله اني تحس حر عمرك اني اسمع هذه معلومه نعطيها لك معلومه. الحمد لله اني حر في بلادي. شفت وش معنى الحريه في بلادك؟ ما كان حتى واحد مسيطر على بلادي، ما كان حتى واحد تسمى قوى اجنبيه هنا في بلادي، ولا قواعد عسكريه هنا في بلادي، ولا اي حاجه ما كاش اي تدخل. خليني نهضر هاك معليش وين جبت القناعه؟ فرنسا بتزعل. لحظه كملت. بتزعل من فرنسا. لحظه وش القوة؟ هلا الراحات خليني لا اتكلم. تعطي الغاز. لحظة لا تسوق بسرعة. لحظة على الراحات. روح كمل اهدر ومن بعد خليني نهدر. معليش اللايف تاعك دير رايك. معليش اول شيء نبتدي من الحرية. لا ما بسوي راي انت اخذ. لا سوي رايك اللايف تاعك. اول شيء نبتدي. ما تقطع لي في الكلام. خليني نكمل ومن بعد اهدر. روح كمل لازم تسمع يا ابوي. اسمع اخذ وعطى عشان لا تمرر المغالطات، لان في ناس تقطع البث تظن ان كلامك صح. اول شيء نبتدي من الحريه. متى تحررت الجزائر؟ اي سنه تم تحرير الجزائر؟ استقلال الحمد لله 62. طلعوا بثوره ولا بوثيقه استقلال؟ شفت انت قاعد تجيب في معلومات غلطه اصلا. ماكش قاري لا تاريخ، ما شايف لا تاريخ. جايب معلومات. انت تعطيني معلومات. انا ما اعطيت معلومات. انا اعطيت سؤال. انا ما اعطيت معلومات. لا تغلط كلامي. انا اعطيت سؤال. طلعت فرنسا بثوره او بوثيقه استقلال؟ اللي في التعاليق لو سمحت. بثورة شعب والحمد لله يا ربي. وشهداء في خيارين يوم يكون استعمار، يا اما ثوره يا اما وثيقه. بس يا استقلال بوثيقه يا ثوره، ما يجتمعوا الاثنين مع بعض. انت تختار. كيف هذا؟ كيف ما فهمت كيف؟ اذا في على الراحات الحين عشان اشرح لك. اول شيء ما اعرف وش اسمك اخوي، بس الحين اذا في بلد مستعمر، يا انك تسوي ثوره وتحارب وتقتل العدو ويطلع برا، يا اما انك تتفق ويا العدو وتسوي وثيقه معاهده استقلال. واحد من الاثنين. اما انهم يجتمعوا الاثنين مع بعض مستحيل. يا في طلاق يا في ضرابه. فاهمني كيف؟ هذا هو القصد. تفهم كلامي ولا بتكلم اللغه العربيه الفصحى؟ والله لا عنده الحق. واحد هنا كاتب هنايا في التعليقات برك يعني يتكلم مع واحد انت ماك فلسطيني ماك والو، ماك فلسطيني ما والو، انت مجرد في بلد مستوطن. اسمعني مليح. مجرد كائن في مستوطنة إسرائيلية يهودية صهيونية، وجاي تتكلم على سيادك،
يا اخي اعتبر، شوف الهروب الماكر، شوف الهروب الماكر الحين، شوف الهروب الماكر الحين، راح من السؤال وجاي يدقق في جنسيتي انا. خليك اعتبرني انا شخص نازل من القمر اناقشك عربي، دام تفهم كلامي اتفضل وجاوب، لا تشرد من الجواب، حتى جواب ما عندك، وتتهجم على شخص. لا تتهجم على الشخص، تهجم على الفكرة، تهجم على فكرة جاسم، لا تتهجم على شخصي. اعتبرني انا من اي جنسية. عندك جواب افتح المايك، اذا ما عندك جواب تفضل تحت. ما في معلوم صراحة، مخ ما في. تمام، خلك هني لين تفتح المايك على الراحات. او موريتانيا عندهم انترنت، تفضل اللي تحت جاوب بعدك ما جاوبت لين الحين. تمام. أهلين. هلا ومرحب جلال، جل محمود. ما يهم. لا يهم الاسماء، لو ما كانت تهم الاسامي ما رب العالمين اعطانا اسامي. تفضل. أوكي. سؤالك هو: هل الجزائر استقلت بوثيقة أم بالتحرير؟ هكذا. ايه ها؟ مش هكذا، هكذا. شوف حبيبي، هكذا قصدك. اسمعني أيوه اسمعني يا جاسم يا طويل العمر، اسمعني. تفضل يا قصير العمر، تفضل. الجزائر قامت بثورة تاع 7 سنوات. جواب. لا تروح خرابيط الجزائريه هاي ما ابغيها، خرابيط دومير هاي ما ابغيها، ابغي جواب. اول شيء جواب، اول شيء وثيقه او مقاومه. يا طويل العمر خليك صابر. لا اول شيء تسمع الجواب. خليك صابر. لحظه. لا عطني جواب وبعدها مر للتفاصيل. عطني اول شيء خيارين. هذا هو الجواب. الجزائر لا ما بدي جواب محرف، ما بدي قصه، ما بدي لفه. راني جاوبتك. استقلت بثوره، هذا هو الجواب. وليش توجد معاهده استقلال؟ ما فيش معاهده استقلال. ما فيش معاهده. كاين معاهده إيفيان. التي تم ترتيب خروج فرنسا من الجزائر. تمام، انت ناقش الحين اخذ وعطاء ترتيب خروج فرنسا من الجزائر. شوف لا، هذا الشيء اللي انت تقراه تراني يسموها مفاوضات إيفيان. يا الحبيب، هذا الشيء اللي تقوله تراني اشوفه بجوالي الثاني في جوجل، نفس لا مش في جوالك الثاني. انا ما عنديش جوال، انا هذا تاريخ حافظه في راسي. انت دامك حافظ تاريخ ناخذ ونعطي باحترام. حافظ تاريخ بلادي احسن منك. تمام الحين الحين اول شيء العالم ما في حد يقول انا احسن عن الثاني، ما في حد افضل عن الثاني. رب العالمين هو. اعطيني سؤالك بركاك من المراوغات. لا ما في مراوغات. هذا بالنسبه لك هذا تفضل. اول شيء طلعتوها بمقاومه صح؟ نعم. كم كانت خسائر الجيش الفرنسي عندما طلع؟ ما يهمنيش خسائر جيش فرنسي، يهمني خسائر الجزائريين. 1.5 شهيد. وين موجودين؟ اسأل الفرنسيين عن خسائرهم. طلع فرنسي عندك في القصر. وين موجودين 1.5 مليون؟ لحظة 1.5 مليون من وين جبتها؟ مدفونين في الجزائر. كيف مدفونين في الجزائر؟ أي مقبرة؟ عندك سفارة جزائرية في الإمارات، روح عندهم يعطوك الأسامي ذا. لحظة، هاي يوم رحت عندهم قالوا إنهم موجودين في متحف باريس. لا هذه قالوها لك المغاربة، ما قالوها لكش الجزائريين. لا بعطيك من جوالي الثاني. لا بتشوف الحين السفارة الجزائرية في الإمارات يعطوك أسماء الشهداء. روح للسفارة الجزائرية في الإمارات يعطوك أسماء الشهداء. الحين عطنا لحظة. ليش بروح الجزائر وبروح السفارة؟ لأنك إماراتي وعايش في الإمارات. روح للإمارات، السفارة الجزائرية موجودة يعطوك الجزائري. مو الجزائري، ليش بروح انا السفاره ويمين ويسار؟ اساسا الفرنسيين يوميا يضحكون عليكم بان جماجم جماجم الجزائريين موجودين في المتحف. يضحكون عليكم انتم اللي تشربوا بول البعير وتاكلوا الكبسه، احنا ما يضحكوش علينا. يا شوف المستوى النذير هذا. احنا دخلك في مكه لما تعرف اني احنا الفرنسي يدخل الجزائر بالفيزا. تعرف احنا الفرنسي يدخل الجزائر بالفيزا. لحظة وش كيف يدخل الفرنسي؟ بالفيزا يطلب فيزا باش يدخل الجزائر. منو كذب عليك الحين؟ لا مش كذب، هذه حقيقة. منو يكذب عليك؟
هذه حقيقة هذه. انه يكذب عليك. هذه حقيقة يا بلادك حبيبي. الحين هذه حقيقة. ما تقدر تهدم حتى شارع او تبني من جديد تقول للفرنسيين لأنك جاهل، لأنك جاهل، ما في عقلك غير الكبسة وبول البعير، هذا وش في عقلك. شوف المستمع، شوف الانسان ما يتهجم على انسان ثاني وحافظ بعض الكلام من المغاربة تعاود فيه، هذا مكان. تدري والله العظيم اذا ودكم تتقدمون. والله انت عشيقتك مغربيه، انا متاكد بانه عشيقتك مغربيه. هاي العقده المغربيه، هاي الكوله سيد، هاي العقده المغربيه الحين جاتهم. هاي الحين العقده المغربيه جاتهم. تفضل يا طويل العمر، تفضل اسال. العقده المغرب الحين ليش تدخلون المغرب في كل شيء؟ اسال يا طويل العمر. ليش كل ما في فشل؟ اسال يا طويل ليش ما في فشل؟ كل ما في فشل، كل ما في فشل. لانك تكلمت عن الجماجم، وانا زين معناته يوم فرنسا تكلمت عن الجماجم ليش ما تزعلون؟ ليش؟ يا اخي العقده المغربيه تناقش انسان جزائري الا ويجينك يتكلم لك عن المغرب، لا يجيب المغرب في السالفه، لازم يجيب المغرب في السالفه. لازم خله تطلب قسط مره ثانيه، ما شفته. انسان مو بحافظ حتى تاريخ بلاده، على اساس ان الفرنسي يدخل الجزائر بالتأشيرة، في كل بلده حتى كوريا الشمالية بالتأشيرة بعد. ناقش عمر تقارن عمرك باماراتي. انا الحين بمسك طابور على الصبح. سؤالك الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حابة نقول كلمة خويا. بركاكم الفتن، بركاكم ما تظلوا تحطوا في صورنا باش تطلعوا في اللايفات وكل شيء. ملي الجزائرية تلعب ولا تربح خليك منا اختي. اخطوكم نلعبوا ولا ما نربحوش ولا روحك معاهم. خليني انا ندبر راسي معاهم. اخطوكم منا واخطوكم من بلادنا. بزاف من الفتن، خليني معاه بزاف من الفتن. ما تظلوش حاطين اللاعبين تاعنا في كل لايف نلقاوكم هكا، في كل لايف تهضروا علينا. حنا لا نديروش اللايفات عليكم ونهضروا. روحك مع هاد الناس. خليني انا احنا ما نسوي اغلاط، ما متفاهمين حتى ويا بعض الحين. شوف احنا معليش، احنا نسوي اغلاط، شو دخلكم بيناتنا؟ وش دخلكم؟ علينا ما تطلعوش اللايفات بينا. كل بث نصيب في كل بث من كل دولة. الجزائر بزاف رانا قاوة، رانا دم عربي واحد، رانا دم عربي. انا يا اخي ما يحترم حريم نساء ريايين، ما يحترمون النقاش كلهم. اعطيني سؤالك الثاني يا ابو جاسم، يا طويل العمر. تنزل خليك من كلام المسخره يا طويل العمر. يا رشا ذبحت امي انت باماراتي، ما اماراتي فيني اكتمك، استغفر الله العظيم يا رشا وما ادري شو اسمك يا اماراتي. اعطينا سؤالك الثاني. انا ما بنحبش نشوف لايفاتنا عندكم فقط، ما تقدروش تطلعوا بينا اللايفات. منو انت تقصدين منو عندك؟ جميعا اللي راح لايف على الجزائر. على عاد شوف بخبرك ليش. يا جلال ابوي يلعن ابوك الشيطان، استغفر الله العظيم يا ابوي. خلينا نتكلم على القضيه، احترم النقاش. لا استغفر الله العظيم. لا ما تكلمش مع بنت بلادي، ما خليكش بنت بلادي يا ابوي. افتح بند المايك لو سمحت. هاي نزلت، انا راني معك دروك. يلا هات سؤالك الثاني. عطني سؤالك الثاني يا ابوي. عطني جاوب على الاول بعد اول شيء. جاوب على الاول. وش قلت لك ثوره راني جاوبتك. يلا اعطيني سؤالك الثاني. لا الجواب السؤال الاول مرينا على المتاحف. وش يسوون في المتحف؟ المتاحف هذيك خليها عندك. هذيك تاع المغاربه. خلينا مع المغاربه. انت امارات، يعطيني سؤالك تاع امارات. السؤال تاع امارات. اعطيني سؤالك انت عن الامارات. خليك من المغاربه. هذيك هذا هو سؤالي. سؤالي ماذا يفعلون جماجم جدك في المتحف؟ ماذا يفعل جمجمة جدك في المتحف؟ اعطيني سؤالك انت عن الامارات. هذا سؤالي. ماذا يفعل؟ انا شخصيا هو سؤالك. انا نقول لك واش هو سؤالك. بعطيك الدليل. والله يا حول ولا قوة الا بالله. وش هو الدليل؟ بعطيك الدليل. تذكرة دخول المتحف 7 يورو، واللي يشتغل في الباب سارة اسمه سارة، والثاني اسمه مراد. يعني هذا 7000. يا ابوي اسكت اسمح لي. اسكت يا اخي اسكت. لا استغفر الله العظيم. سؤال اماراتي ولا سؤال فنزويلي؟ خاف منك انت ايش فيكم انت تسخر من شهداء الجزائر كاماراتي. هذا اعتراف منك يا ابوي. اللي يسخر فرنسا مو اماراتي، اللي يسخر هي فرنسا. لا انت خلينا من فرنسا. انت كاماراتي انت تسخر من شهداء الجزائر، هذا اعتراف منك.
الحين انا اتكلم عن انا متحف فرنسا اسالك يقول انت انك خلي تسخر من من السلام عليكم. فرنسا. هواري يا ابوي ما هواري عندك اسمح لي دقيقة، خليني نتكلم معك دقيقة ممكن؟ وي تفضلي. ما عندك اساسا شهداء، مو موجودين. موجودين هذا كلام جمال رغماً عبد الناصر. عن في ناس أنفك. سوت ثوره وحاربت. موجودين رغما عن شوف انفك. يا ابوي، موجودين الحركيين اللي كانوا لا يعطون لا معلومات لا للجيش لا لا الفرنسي. لا، بس هذوك ما في هذوك جدودك انت ما في المطبعين مع الشهداء الصهاينه. عند رب هذوك العالمين. جدودك رب انت، العالمين هو اللي قرر هذوك الشهيد. جدودك رب انت اللي العالمين مطبعين مع الصهاينه. رب جدودك العالمين انت. انا رب جدودي العالمين هو شهداء، اللي انا قرر. جدودي شهداء، يا وانت ساره لا جدودك تكتمين مطبعين خونه اعراب بس اشد كفرا بس ونفاقا. هذو هما جدودك. لا مو الآية غلط. الأعراب اشد كفرا ونفاقا جدودك. هذو الآية مو جدودك. كذا. الآية انا مو كذا. جدودي ما تقصد شهداء. العرب الآية. انا جدودي شهداء. انتم منو كذب اعراب عليك الحين؟ الجزيره، انتم اللي هضر عليكم الرسول، انتم اللي حذر منكم الرسول، انتم الله الذين العظيم. خذلتم الرسول في فتح مكه، انتم الاعراب، انتم الاعراب الذين خذلتم الرسول في فتح مكه وتخليتم أعطى عنه. كتم. انتم أعطيك انت كتم. واجدادك، أعراب. انت واجدادك اللي تخلص. تحكموا اليوم، انتم وقف اللي يا تحكموا أخي. جزيره يا أخي العرب، وقف، انتم لا تزعل. المنافقون وانتم الخونه وانتم اللي خنتوا الامه يا أخي العربيه. لا تزعل. عرح. يوم يوصل الموضوع لفرنسا تزعلون عشان فرنسا تزعلكم. عشان تستوعب الكلام. مو انا اللي بس مسخر على الشهداء او شيء. ما بشمت في حد. رحم الله كل من توفى وضحى لبلاده، وكل من ضحى وقاوم ضد المستعمر الفرنسي. اطلب قسط تفضل مره ثانيه. اما ان كلام السب والقذف والتهجم يمين يسار، اذا تتكلم بدليل تفضل. انك تتكلم وتتهجم يمين يسار، هذا الكلام ما نبغاه. فاهمني كيف؟ رحم الله كل من استشهد، ورب العالمين هو اللي يدري منه الشهيد ومنه غير الشهيد. بس ذا غير الكلام الفاضي. السلام عليكم. لا، حتى شو اسمه، حتى انك تشرح الايه الاعراب اشد كفرا ونفاقا، لا علاقه بالشيء اللي انت تقوله. حافظ ومش فاهم. السلام عليكم. بس مفروض عليكم السلام. لحظه شوي. اول شيء مفروض تتهجم على فرنسا، هي اللي تتمسخر يوميا بالجماجم حق الناس اللي ضحت. احنا ما للحين ما نعرف هذول شهداء ولا مو شهداء. رب العالمين اللي يدري. ولا انهم نفس اللي كانوا يشتغلون لصالح فرنسا مع الجيش الفرنسي. ما نعرف منو. هي اخذت الجماجم وحطتهم بالمتحف وتقول لك يا جزائري تعال ادفع 7 يورو وادخل شوف اذا ودك جمجمه فلان بن فلان جده فلان، تعال تفضل. بس لازم تزعل من فرنسا، ما تزعل من جاسم. بس هاي السياق الكلام. تفضل اخوي ميد. تفضل ميد، افتح المايك. اخويا بدي اوضح نقطه بس كلمتين ونازل. لا بدي سؤال ولا بدي ادخل في تاريخ ولا اي شيء. انا محمد امين ساكن في اماره الشارقه، مقيم في اماره الشارقه. وانت حضرتك جاسم علي مواطن اماراتي، صح؟ القانون الاماراتي شو بيقول؟ لا تهجموا على دول ولا تتكلموا على سياسه. الحين انت جاي من الجزائر. انت الحين جاي من شمال افريقيا تعلم جاسم القانون الاماراتي. الحين تفضل سيد علاء، تفضل. الحين سيد علاء، تفضل اخوي. افتح المايك. اذا شيء جديد طالع في البلد وانا ما ادري به، تفضل قول لي. بس انك انا ما بعلم القانون، انا ما بعلم القانون، حاشا لله. انا بحكي لك القانون المفروض علينا احنا كمقيمين ومحترمين دوله الامارات وقاعدين في الامارات اخوي، صح؟ ما نتكلم على اي دوله ولا انت شفت لايف جزائري في الامارات بيتهجم على الامارات؟ انا اشوف مسؤولينك يوميا يتهجمون على الامارات. مسؤولينا، واحنا شو ذنبنا احنا قاعد تتكلم علينا؟ حطيت اسمك؟ لا. شو اسمي طبعا اسمي الجزائر. انا حطيت اسمك اتكلم عليك. انا اسمي الجزائر. انت اسمك الجزائر؟ ايه. وحتى انا اسمي الامارات. واحنا تكلمنا عليكم؟ ايه. انا تكلمت عليك؟ الناس اللي ساكنين هون تكلموا عليك؟ ما تحترم الناس. الحين انت تمثل الجزائر كلها. لا انت ما تحترم انت كعلي جاسم وبتتكلم على الاحترام. انا طول اللايف بسمع تتكلم على الاحترام. ليش ما تحترمون انتم الامارات؟ يوم الاسبوع اللي طاف مطلعين كل صحفكم الرسميه تتكلمون ومحطين كاريكاتير على تسخرون دبلوماسي. حضرتك علي جاسم حضرتك دبلوماسي يا ابوي. الحين تدخل في انت ممثل حكومه ولا دبلوماسي؟
هذا شيء يخصني انا، هذا شيء يخصني انا، هذا شيء اذا انا مسوي غلط انا حبيت الحكومة اعرفك انك بتحاسبني. انت حكومتي بتحاسبني. اللي قللت احترامك على الجزائر. وين قلت الاحترام؟ عطني دليل اني كيف قلت قلت الاحترام؟ تتكلم عن الشهداء وما عندكم شهداء. شو ما عندنا شهداء؟ عندنا 58 ولايه في الجزائر مدفون فيها كل الشهداء، في كل قريه، في كل ولايه، في كل دائره فيها مقبره شهداء. شو ما عندنا شهداء؟ هذا شو مو افتراء هذا؟ لا انا قلت اضبطوا عدد الشهداء، اضبط. واحد يقول 1.5 مليون، اثنين عندنا واحد يقول اكثر 2 من مليون، 3 مليون. واحد حط 5 رقم، مليون. شوف حط رقم وهذاك هو الرقم. كيف يعني؟ بس حط انتم انت يعني بس حزيره يعني، بس شيء احنا حط الرقم هذا هو الرقم. فرنسا احتلتنا 132 سنه. بس سؤال اخوي، ايش اسمك اول تفضل. شيء؟ ايش اسمك؟ اسمي محمد امين. محمد. مقيم ممكن الامارات تفسر الشارقه. لي ممكن تفسر لي شيء؟ خلينا من الامارات الشارقه، ابو ظبي ولا في الصفيح، هذا شيء يخصك انت. شو اسمه؟ خصني ويخصك. ما عليه خص، المهم بعدين يخصني اذا غلطت، بعدين اراويك كيف يخصني. انت المهم غلطت كثير، انت غلطت كثير، الله يشاهد. يا زين خلنا الحين سؤال يا محمد، كيف ان الجيش الفرنسي دخل الجزائر ب 8000 جندي وطلع بمليون و200,000 و35 جندي؟ لان احنا ما كنا قوه في ذاك الوقت. لا كيف طلع يعني اللي دخلوا 8000؟ طلع بقوه الثوره. لا يا ابوي اقول العدد كيف ايوه يا تزايد. ابوي، طلع يا بقوه أبوي الثوره. العدد كيف تزايد، هذا هو السؤال. تفهم عربي؟ افهم عربي وافهم انجليزي وفرنسي. تمام. دخلوا 8000. ايه. يوم مين اللي طلعوا دخل 8000؟ مليون و200,000 و35 جندي فرنسي. كيف؟ هل تكاثروا ام ان في خونه ام شيء ثاني؟ مين هم اللي دخلوا 8000؟ الجيش الفرنسي. الحين حد يشرح لي منها اللي في التعاليق، فهموني الحين. الجيش الفرنسي دخل 8000 صح؟ انا باكد لك. جندي فرنسي، 8000 جندي فرنسي. 8000 دعمتهم انجلترا واسبانيا وكل شيء، كلهم دعموهم. يا رب الحبيب، كان في تحالف. يا رب. لحظه يا الحبيب، هذول مو جو من برا، انا اتكلم عن اللي طلعوا من داخل. يوم دخلوا البلاد الجزائريه، يوم العثمانيين سلموا الجزائر لفرنسا. لا ما سلموها، لا ما سلموها الفرنسا. كيف عطوا انا العثمانيين؟ بس حلق الاغلاط تبعك، انت بتحب تغلط الناس انت. تمام. الحين خلنا من لحظه الجندي. كيف تم احتلال فرنسا؟ احتلال الجزائر من طرف فرنسا. انا بقول لك استعمارها. هجموا مره وكسرناهم، وهجموا الثانيه وكسرناهم، بعدين جابوا كل التحالف تبعهم ودخلوا علينا. اساسا كانوا عثمانيين موجودين، على منو هجموا؟ هجموا على العثمانيين والجزائريين. لحظه، انتوا يعني انتوا العثمانيين انا كنتوا ما اعطيك لحظات، انا ما مشكله. لحظه تفضل. في شيء غلط بالموضوع. لا ما في غلط، انت الغلط صراحه. محتلينكم ولا كانوا يشربون كوفي من هناك؟ لا كانوا محتليننا. اللي يشرب تمام. كوفي، بلدان تبع الكوفي والشاي باينين اخوي تبع القعده. من كلام الحريم الحين كلام الحريم انت الحريم مش انا، مش كلام الحريم هذا كلام رجال اللي بيوجع. انت الحريم. تمام انا الحريم. زين انا الحريم وجاوبني على انت جاوبك انا السؤال. حتى لو كنت قدامي جاوبك انا. العثمانيين يوم تفضل. لا حول ولا قوه. الدوله العثمانيه. العثمانيين العظمى. تفضل. محتلينكم صح؟ لا ما كانوا محتليننا، كانوا ناشرين الاسلام. وش كانوا يسوون؟ ناشرين الرجوله. ناشرين الاسلام. ايه ناشرين الاسلام. ايش استغفر الله. كانوا فاتحين. استغفر الله. وش الشيء اللي نشرته؟ وش الشيء اللي نشرته فرنسا؟ سؤال، الدوله العثمانيه شو مو اول شيء مسلمه؟ جاوب. الدوله العثمانيه مو مسلمه؟ اول شيء جاوب. مسلمه طبعا. ما انت قاعد تضحك علي، لما تضحك علي بضحك عليك انا، لان كلامك هراء كمان. انت ما اضحك عليك الحين، ترى انت مسوي الضحك بنفسك. بس اول شيء العثمانيين احتلوا تمام. انت في خاطرك اضحك ولا سوي؟ لا عشان تغلطني ما احتلوا. عشان نرجع للنقطه، وش سووا؟ ليش اجوا؟ كانوا فاتحين. هم فاتحين. فاتحين ايش؟ فاتحين صعبه. لما تكون قدامي بقول لك فاتحين ايش؟ انا من كلام المقطع يتكلم الفتوحات ايش؟ ما انت ما تمسخرش علي. اتمسخر عليك حبيبي. فاتحين رجولهم ولا فاتحين الكلام الجزائريين هذا الوسخ. لا اتكلم عدل. تمسخر علي بتمسخر عليك. ما تمسخر عليك. ما الشيء اللي فتحته العثمانيين في الجزائر؟ فتوحات الاسلاميه. تعرف شو هي الفتوحات الاسلاميه؟ تعرفها؟ ايه اعرف. ايه انتم كنتوا يهود قبل يجوكم عثمانيين؟ لا كانت الدوله الفاطميه. ما كنا يهود، عمرنا ما نكون يهود احنا. الدوله الفاطميه كانت. معناته فرنسا تغلبت على العثمانيين صح؟ فرنسا تغلبت على الجزائر والعثمانيين بالتحالف بريطانيا وحلفائها. لحظه الجزائر دام انت قاعد لحظه تدخل لي في كلامي. انت ما كملت على العثمانيين. اول شيء تكلمني شغله
في خليني احتلال اعطيك جمله على عثماني، الاقل اعرفك، كان خلي في عندك روح الحوار يعني. كان في احتلال عثماني، لانك ما ودك تعترف ان لا ما كان في احتلال العثمانيين عثماني، خلي كلامك في جيبك. لو ما كان في احتلال عثماني ما كان في شيء اسمه الداي، وما كانت في إيالة الجزائر. ايه كان عندك رئيس؟ ما كان. كان عندك مسؤول؟ ما كان. كان كانوا عندك شيء كانوا قنصل؟ ما في. كانوا بس وين اسم رئيس الجزائر؟ سيد علي وش كان يسوي الداي حسين؟ اتضح ان اللايف شايفك كله انه ما تعرف التاريخ شيء، انت قاعد تغلط في الناس. بس على الاقل ما اعطيتني معلومه، يعني اعطيني معلومه صريحه هيك تسكتني بيها يعني. المعلومة الصريحة ان دولتك احتلوها العثمانيين، والعثمانيين كانت في ايام التجارة والديون اللي كانوا ياخذون من فرنسا، يوم كان القمح يجيهم في جنوب افريقيا، يوم طلعت فاتورة العثمانيين مع الفرنسيين، عشان تدفع العثمانيين يدفعون لفرنسا الدين، دفعوا الجزائر بدل الدين، لان ضعف القوى العثمانية ضعفت في ذاك الوقت، وتم استلام مفاتيح الجزائر الحالية. اسم الجزائر اساسا ما كان موجود وذاك الوقت، تم موجود الحين 62. فالحبيب وقتها اخذوا الفرنسيين الجزائر من يد العثمانيين. هذا هو الصح. طيب الصح هذا سيد علي تعرف معاهدة من وين القمح جايبه؟ صح؟ تعرف معاهدة القمح صح؟ الصح هذا من وين جايبه سيد علي؟ تعرف معاهدة القمح ولا ما تعرفها؟ لا ما بعرف، خليني اكمل لك الفتره اللي حكيتها لي كيف دخلت فرنسا على تركيا وكذا وكذا وكذا، من وين جايبها انت هذه؟ ما تركيا، ما دخلت الدوله العثمانيه، دخلت على إيالة الجزائر في الامتداد العثماني اللي وصل للجزائر في الامتداد العثماني. سلمت العثمانيين، سلموا الجزائر لفرنسا، بس ذا تمام. شيء ثاني. عطني انت، انا هذا تفسيري وهذا خليني اكلمك انا. من وين جايب انت هذه المعلومات؟ اعطني انت دليلك. اعتبرني اني جايبينها من السوق الصيني من الشارجه. انت عطني دليلك، عطني معلومات يعني كلهم فبرك مضروب. تمام، اعتبرها انها فبركه في ناس تعرف الصراحه. انا اعطيتك، سالتني واعطيتك. انا ما اعطيتني شيء. لا سالت لك واعطيتني. ما اعطيتني. انا قلت لك الدوله العثمانيه كانت فاتحه وكانت معمره في الجزائر. ايوه، وكيف صرتوا تحت يد فرنسا؟ كيف صارت فجأة الجزائر تحت يد فرنسا؟ ما انا حكيتها لك انت نسيت. لا، قلت لك هجموا المره الاولى وحطموا اسطولهم، والثانيه حطموا اسطولهم، الثالثه تحالفوا كل الدول. منو كل الدول؟ منو كل الدول؟ يعني بعيد لك الكلام انا. وقت ما كان في تحالفات بريطانيه فرنسيه في الكسكسي ذاك التاريخ ما كانت في تحالفات بريطانيه فرنسيه. لا كانت فيه. انت لا. بس اللي حذفت شويه وخلي كمل. التاريخ بالضبط. عطني التاريخ بالضبط. لا ما بعرف التاريخ بالضبط. بس هذه هي القصه. هاي ما تعرف التاريخ بالضبط؟ لا ما بعرف. دوخ وفكر. دوخ وفكر. بتدوخ علي ها؟ الله بعطيك يا اخوي، والله يا اخوي محمد. علي بقول لك شغله. ما بدوخ عليك، بس والله شوف والله بقول لك شغله بالله عليك. خليني بس اقول لك شغله. والله بقول لك كلام بعيد عن السياسه وبعيد عن اي شيء. شوف انا موجود. بعطيك شيء. شوف يا اخي ما تعطيني شيء، ما بدي اتكلم. لا فرنسا يوم كانت تنوي فرنسا كان لها نية ان تغزو الجزائر او تستعمر الجزائر من عهد نابليون بونابرت. تعرف تسمع عن شيء اسمه حادثة المروحة؟ طيب تعرف يعني حادثة المروحة ولا ما تعرف؟ تعرف. الله يرحم والديك علي. تعرف حادثة المروحة ولا ما تعرف؟ اعرفها بالله عليك. خليني اقول لك كلمتين. اول ميناء حطت فيه فرنسا، عشان تعرف ان تاريخك مغلط، عشان بالعقل. الحين عرحت اول ميناء دخلت منه القوات الفرنسيه. بالله عليك يا علي. زين جاوب. انا اول مطار دخلت ليه الامارات من مطار دي اكس بي. انا في الامارات من 2014. بحترم شعبكم وبحترم بلدكم، فبالله عليك يا استاذ علي خلي عندك شويه احترام، لان الاماراتيين مو هيك. احنا ما حد قلل الاحترام. انت لا انت شوف سيد علي الجاسم صاحب اللايف قللت احترامك كثير كثير كثير. ما بدي اعطني دليل اني قللت احترام، لان بحترمك. بعطيك تاريخك اللي ما تعرفه. لا شوف تاريخك بس، شوف اللي كان موجود بس انت كويس. شوف كيف الجزائر كانت العثمانيين يسوون فتوحات ومحطين الحسين داي مسؤول عن إيالة الجزائر. كيف يعقل؟
افتح المايك وتفضل. كيف انت يعقل ان في بتسكر لي المايك عشان يعرف الناس لا اللي في لا المايك يعرف لانك انت اللي انك بتسكر تمرر المايك. مغالطات. اول شيء عطنا بس ما مو جواب. غلطات، اسمعني يا سيد دام علي. العثمانيين سيد ما علي، محتلين الدولة الجزائر ما الوحيدة في اعطيتني العالم اللي جواب. عندها 7 عواصم عشان تقول لي الجزائر تاريخكم بيبدأ 62. الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها 7 عواصم. احنا منو؟ عندنا 7 عواصم، 7 مدن، 7 عواصم في التاريخ. خليك من 7 فعلي عواصم خويا، و7 علي مدن خويا، و7 ثقف في ايالات تاريخك، و7 طوابق. ثقف الحين في عطني تاريخك أولى الحين لك، كيف كانت أولى لك. الجزائر مو خليك من محتله؟ الدوخة علي، لا الدوخة لا صعبة، مو مدوخه. خاصة الإيرانية بتدوخ. جاوب من كلام يمين يسار ترى يوديك في 60 داهيه. عطنا الحين كيف الحسين داي كان هو الحاكم الجزائر العثمانيه. هروب ماكر. شوف ما حد يجاوب. تتحداه يتم لين الصبح والله العظيم ما يجاوبك. يروح يمين يسار ويهاجمك في شخصك، ما يهاجمك في فكرتك. مع انه ما طلعت المستوى في التاريخ، يعني بخليت المستوى على قد فهمه هو. لا احنا العثمانيين ما احتلونا، لكن احنا اصدقاء والعثمانيين نشرب شاي. يعني العثمانيين يتموا في بلادك 400 سنه تشرب انت وياهم شاي بس. ذا نعترف التاريخ مو بغلط. هلا اسمر تاريخ مو بغلط. تفضل للن. شوف الحين هاي وش سوت. اخوي جاسم هاي طلعت للسطح عشان بعد انا اعرف وش اللي يسوون. لازم العب جوله. غير الجزائريين لا احد يطلب قس لو سمحت. طلبتوا دعم من ترك وسلموكم الاتراك يا اخي انسان اللي مو بحافظ تاريخ بلاده لا يتحاور. ترى الموضوع مو بشخصي، الموضوع فكري. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو اخوان جاسم، الكل يشير البث، الكل يدعم. اذا حد عنده قلبه والتيك توك يطرشنا، لان في حد اوريدي طالع للسطح عشان يفجر تفضل حكيم. وشنو الموضوع ابو جاسم؟ الموضوع هل فرنسا طلعت من الجزائر بوثيقة استقلال ام بتحرير وهزيمة الجيش الفرنسي؟ انت وش كلفك انت؟ الحين انت اعطيتني وش الموضوع، سالتك. ليش صاحبك نسيك؟ انت ماكش جزائري. انت وش كلفك؟ روح ارعى بالايبل، روح دير عفسه مليحه في حياتك. وش دخلك في الجزائر؟ بس هذا روح شوف ايبل شريه رعى به. انتم تاع ايبل تاع روس تاع خطيكم منه والله. وانتم حق طوابير صح؟ والله اقسم اخطيك من الايبل. شوف روح انت خلقت باش ترعى الايبل. تدري ان ناقة عمي تسوى اقتصاد الجزائر؟ ابو جاسم شوف الدنيا هذه ربي خلق الجناس. كاين اللي خلقوا باش يحارب، كاين اللي خلقوا باش يرعى، كاين ملويزي، كاين ماصر. العالمين في حد انت يمسك طابور صح؟ انت وفي الحين يسالك وش الموضوع، ويوم تعطى الموضوع يعطيك سؤال يا راعي الابل ما حصل شيء الا راعي الابل. وش الحين انت مسب. افتخر اني ارعى الابل، افتخر حتى اني ارعى الاغنام وارعى الحمير مثلك وارعى كل شيء. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. افتخر اني ارعى الابل. الرجوع الى الاصل فضيله. افتخر على اني اروح، افتخر اني ارعى الابل على اني امسك طابور حليب في بلد الغاز والبترول. افتخر اني ارعى الابل على اني اروح في قارب هجره شرعيه ولا شعريه ولا شو يسمونها لفرنسا واطلب اللجوء. افتخر اني ارعى الابل على اني اعيش في فرنسا اللي اغتصبت بلادي وجربت علي الكيماوي واستعمرتني 130 سنه. افتخر اني ارعى الابل وبلادي تصدر البترول اكثر من بلادك مع انه اقل مساحه من بلادك. افتخر اني ارعى الابل على اني امسك طابور الغاز في بلد الغاز. افتخر بتطبيعك مع اسرائيل. افتخر اني ارعى الابل على اني اتكلم فرنسي بدل العربي. افتخر اني ارعى اسرائيل. افتخر اني اطبع على اني اطرش الغاز لاسرائيل يقتلون فلسطينيين. افتخر اني ارعى الابل وارعى النياق بعد. خليني اجاوبك. وارعى النياق وارعى الحمير. حاشا وجيهكم محجومين. خليني وارعى اجاوبك كل يا راعي الحيوان الابل البشري والحيوان اللي يتاكل بعد.
على اني امسك طابور الحليب في بلد الغاز والبترول. افتخر اني ارعى الابل على انه يكون رئيسي كل يوم يطلع خرافات. افتخر اني ارعى الابل على اني افتخر انه في الاقلاق شهيد. افتخر اني ارعى الابل على اني افتخر انها في صخرة شهيدة. افتخر اني ارعى الابل على اني اتكلم في خرابيط مليون ومليونين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف وأربع ملايين شهيد نهيد رب العالمين ربي يعلم والله يرحمهم، يرحم ربي الشهداء يرحمهم، جميعا. انتم معكم شهداء. الله يرحم الشهداء ويرحم الأموات. افتخر أني أرعى الإبل على أني أفتخر بالقتلى من طرف العدو الفرنسي. افتخر أني أرعى الإبل 17,000 مرة على أني أتهجم على أعراض النساء ولا أعراض الحريم، وتهجم على الأشخاص ولا ناقش الأفكار. افتخر أني أرعى الإبل على أني ما أعرف تاريخ بلادي. افتخر أني أرعى الإبل على أني أكون خاين وعميل لفرنسا. افتخر أني أكون أرعى الإبل على أني يكون عيال بلدي 5 مليون مواطن في الدولة الفرنسية اللي هي استعمرت بلادي 130 سنة وجربت الكيماوي. لا لا خليني نهضر يا نكلت واغتصبت وحرقت الملايين من الشهداء الأبرار الجزائريين اللي ضحوا بأنفسهم مع النفي. في المقابل موجودين الخونة الحقيقيين الذين كانوا يعطون المعلومات للجيش الفرنسي ليقتلون اخوانهم الجزائريين. تجي تتكلم لي عن الابل وتتكلم لي عن التاريخ وتتكلم لي عن الصهاينه وتتكلم لي يمين يسار. الخرابيطكم هذا كل يعرفكم. خليني دوك نهضر، خليني نجاوبك يا أستاذ. ما في جواب. ما تستاهل فرصه اساسا. انت ما تستاهل فرصه، لانك لو تستاهل فرصه كان خذيت الفرصه من مع الاول. اسرائيل يا راعي الابل. انت مع راعي الابل وافتخر اني راعي الابل. لو ودك تحرر فلسطين رحت كل اوروبا تهريب. قول روح لبنان تهريب وادخل فلسطين وحررها. خلنا من الشعارات. حرر فلسطين بالرقص. حرر فلسطين بالرقص. انسان ما محرر حتى نفسه. يجيب انسان ما عنده وثيقه استقلال ببلاده وده يحرر فلسطين. انسان ما محرر حتى نفسه. جمجمه جده موجوده في المتحف يدفع عليها 7 يورو. تدفع 7 يورو لتشوف جمجمه جدك. الحين ودك تحرر فلسطين. خليني نجاوبك يا راعي الابل. وش ودك؟ ما عندك جواب. يوم اعطيتك الفرصه انك تجاوب تهجمت على الابل ورعاة الابل يا راعي. انك بعدك تتكلم على راعي الابل. ابن ابوي اغلى من راس مال ابوك. تدري؟ راس مال ابوك وعيالك وعائلتك كلهم اضربهم في مليون. هذا واحد من الابل يسواك انت وابوك من الجزائر الشماليه للجزائر تندوف الجنوبيه. بقول باع ومع على اني امسك طابور. فاهمني كيف؟ بقول باع ومع. فاهمني كيف؟ وانزلك تحت على اني امسك طابور الساعه الصبح، الساعه 7 الصبح بلد الغاز والبترول. ناقش الانسان بالشخص ولا بالفكره، ولا تناقشه بالشخص. كلام المقاهي وكلام البرمجه ذي يمين يسار هذا الشيء ما نبغاه. ناقش باحترام، ناقش بمستوى. لا تخليني اجلب عليك. حتى جاسم عنده اسلوب ثاني يخليك تطيح ويفتح لك جرح ثاني. حتى انا مع في جرح مفتوح تحت وبيفتح لك واحد فوق بعد. فكنا نعرف نسب، كنا نعرف نتكلم تحت فوق. فاذا تحرى عمرك انت حافظ لك كلمتين بالفرنسي انك تيجي تغلط على جاسم راعي الابل وما ابل وما غيره. تحرى عمرك انت سويت انجاز. ابوه ضحكوا وانت صارين عالة على العالم. كل ما تصيرون مكان تسوون مشاكل، تسوون بلاوي، تتمسخرون على العالم مع انكم انتم مسخره اساسا. حتى في افريقيا اول امس يشتمونكم يمين يسار، يشتمونكم. الجزائر صايرين منبوذين في العالم، فاتحين عليكم جبهات. اول شيء مؤاخذ من عندكم جيرانكم المغرب وتونس، يا ويلهم منكم. بعدها متهجمين على ليبيا، بعدها على مصر، على السعوديه، على الامارات، على الكويت. ابوي وين لوين؟ فرنسا ما حد منكم يحرك ساكن ويقول انا اتكلم ضد فرنسا. ما حد منكم ولا في شيء. يوم يكلم اماراتي لا صهيوني ما ادري ايش رعاة الابل. يكلم سعودي لا ترامب وما ترامب وما ادري ايش وما ادري غيره يمين يسار. يكلم التونسي لا انه ميديا حقنا وقرداج حقنا والبرازيل حقنا. يكلم مغربي سبته مليليا وما ادري سبته ما ادري يمين يسار. اسمه رئيس المغرب هذا اللي اسمه مو برئيس المغرب حق الكرة القجع هذا الكولسه ما ادري ايش يمين يسار. صفحاتكم غباء، مسؤولينكم غباء. وش ذا المستوى؟ من الصبح اناقشكم باحترام، تبوني اجلب عليكم اطلع الشيء اللي عندكم انتم حتى الحين ما بدكم تسمعونه. هذا الاسلوب، هذا الشيء اللي تبون من جاسم. امسك له. اعرف تاريخك وتاريخ جدك. راعي وافتخر مليون. برع الابل وبرعاك انت، وبعطي فرصه للحمير اناقشهم اساسا. فاهمني ذا؟ وسجل جلستي في دفترك. تاج راسك
بلادي ما فيها طوابير، بلادي عنده دخل فردي مرتفع الحمد لله. اصرف عليك واصرف على فرنسا اللي جابتك، واصرف على الاسرائيلي والصهيوني والامريكي وغيره، ويشتغل تحت يدي بعد، والحمد لله. واحترم الجميع، اللي يجي يشتغل باحترام يشتغل، والشغل مو بعيب، انك ترعى الابل مو بعيب. العيب انك تمسك طابور في بلد الغاز والبترول، العيب انك تشتغل تحت يد الفرنسي اللي استعمر بلادك، هذا هو العيب. العيب يوم يناقشك انسان مواطن اماراتي تناقش في الاعراض وتناقش في النساء وفي الحريم وتتهجم على في شخصه. راعي والحمد لله، راعي ومليون راعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راعي وافتخر اني راعي. راعي فجر امها راعي، راعي ولا امسك طابور، راعي ودخلي الفردي 13,000 دولار، راعي والحمد لله، وتشتغل تحت يدي يا الفرنسي ويا الصهيوني بعد، راعي ومليون راعي بعد. وامسك انت واللي جابك، وصل على محمد. ولا تتهجمون، لا تهجمون، ترى في جاسم ثاني ما تعرفونه، ما تعصب. ما والله العظيم لا راويكم منصور بعد تعرفون الحين جاسم الثاني، ما شفتوا منصور اللي داخل بعد تعرفون بد جاسم. قال راعي لا بعد، استغفر الله العظيم. انت جايين من انسان وده يحرر فلسطين، رايحين كل البلدان العالم تهريب، ما تقدر تروح تهريب للبنان تدش لفلسطين وتحرر فلسطين، لا. بس ذا راعي ومليون راعي بعد، ارعاك انت واللي جابك. انسان استغفر الله العظيم، استحين يناقش انسان. ابوي اسمر تفضل افتح المايك لو سمحت. راعي ومليون راعي بعد، افتخر وراعي وافتخر. النبي كان راعي ونفتخر، الراعي مو عيب اخي، بس الكرامه عيب. ما يقدر يجاوبك جاسم، ما يقدر يجاوبك، عيب ما يتكلم على التاريخ، ولو هو كان رجال يجاوبك بالتاريخ اخوي. طلعهم يا اخوان، بارتاجير لايف، كبسوا على الشاشه بارتاجير لايف، بارتاجير. ما عنده تاريخ، ما عنده واقع، وما عنده مستقبل، وما عنده حاضر، وما عنده وثيقة معاد استقلال، وما عنده دخل فردي، وما عنده رئيس، والرئيس اللي قبله ما عنده عيال وما يخلف، واللي قبله كان خنيث والموجود خنيث، واللي هني مهابيل. بس ذا شيء ثاني ما عندكم، تمام؟ والله العظيم بطلع منصور الحين، براوم منصور بعد، استغفر الله العظيم. بس ذا ناقش الجزائر ناقص المواطن الاماراتي باحترام، واذا انت جزائري وتمثل الجزائر ناقص باحترام. تتكلم على بالك انت ان الانسان راعي ابل يعني معناته مسبه؟ طز، استغفر الله العظيم. انت واللي جابك بعد ما تستحون على وجيهكم بعد. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد ما مسكتم كل السب والشتم والمسخرة من جاسم، الحين يستاذن منكم ويبند اللايف مع بعد ما تم هزيمة 38 مليون جزائري مبرمج متعاطي بنزين. بروح برقد بكيف والسلام عليكم. هلا اسمر، اللي مو متابع الحساب يسوي له متابعة. طلعهم شو اسمه استغفر الله العظيم. اسمر، طلعت منصور اللي بداخلي الحين، والله العظيم منصور اللي داخلي طلعته الحين. ما كان ودي انفجر عليهم، بس لا حول ولا قوة لا انت بتبين حقيقتهم. طلعهم قدام سوري مغربي تونسي كلهم اخوان بارتاجير لايف، يرحم الوالدينكم. طلعهم معك، طلعهم. بدي اروح خلاص والله العظيم. استغفر الله، تعبت يا اخي، تعبوني جماعة الهوكي. تفضل ليلين. لا ليلين هاي اللي كانت بتبلغ، ليلين اللي كانت بتبلغ. بجيب لكم واحد روسي جزائري. الشهيد عند الله حي يرزق، الشهيد لا تسترزقون بالشهداء، الشهيد عند رب العالمين، لا تقحمون الشهداء في كل شيء. لا هؤلاء هم فخرنا وهم تاج رؤوسنا، وبهم نفتخر وبهم صنعنا تاريخنا الذي لا تاريخ. افتخر بالاحياء ولا بالقتلى، ما في حد يفتخر بقتلاه، ناس تفتخر بالاحياء. الشهداء عند ربهم العالمين، خلوا عنكم الشهداء ينامون في قبرهم مرتاحين.
خل عنكم الشهداء ينامون في قبرهم مرتاحين. اكرموا الاحياء. أنتم تاريخ لكم ولا تستطيعون التفاخر لا بين الأمم ولا داخل المجتمع. عندنا واقع يشتريك ويشتري اللي جابك. عندنا واقع، عندنا دولة الحكام يرفعون الراس، عندنا جواز سفر قوي الحمد لله، عندنا مكانة بين الدول الحمد لله. انت التاريخ اللي ما عندك، وش سويت بالتاريخ اللي ما عندك اساسا؟ ما عندك. احشاء النقاش يا مبرمج، يا مبرمج. انتظر الدور يا مبرمج. يا حسين كلام يا حسالة الأمم كما سماك يا ابوي. خلك من الشعارات الحق الاشعار. حلا حسالة ما حسالة، استغفر الله. حسالة. انا فيني اقول كلام مثل اللي عندك. لغتي العربية الحمد لله افضل عنك، فيني اسبك بالطريقة اللي انت ما تتوقعها. خلنا من حثالة ما حثالة. لا تستطيع مواجهتي لأنك لا تملك. يا ابوي وش مواجهة مو مواجهة؟ استغفر الله العظيم، استغفر ربك العظيم، استغفر ربك. إماراتي ما شاء الله تبارك الله. استغفر الله العظيم. شوف المستوى الحين يتكلم الانسان ما عنده تاريخ يفتخر بالتاريخ. ابوي يقول خل الشهداء ينامون عند رب العالمين رحمه الله. لحظه في تحذير. لحظه. شو اسمه عبدو جاك التحذير. تكبيس يا اخوان. اللي عنده علامه التيك توك يطرش علامه التيك توك والقلب، لان جاني تحذير على اللي طلع قبل شوي. اللي عنده شيء يطرشنا رحم الله والدينكم فضلا وليس امرا. جانا جنود فرعون. اللي عنده شيء يطرشنا، الف موجودين. اللي عنده شيء يطرشنا رحم الوالدين، واللي حاسب شيء بطرش له في الخاص. الكل يطرش يا اخوان. شو اسمه ليلين غير الجزائريين اخواننا بالخليج لا احد يطلب قسط. تفضل ليلين. شكرا مذكورين على الجميع. تفضل ليلين. تفضلي ليلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يعني أنت بتتكلم وبتسب وتشتم في الجزائريين أو كل الجزائريين. ما شتم رجال. لماذا؟ عيب تبلي. إيش سووا لكم؟ الحين انا يوم عيب رديت انك تسب شهداء. انا رديت على يا اخي ليش كلكم نفس الاسلوب؟ ما تسبيت الشهداء. قبل شوي يقول رحم الله الشهداء، يقولون انت سبيت الشهداء. انتم والله العظيم انتم عاطين نفس النوعيه. متى سبيت الشهداء؟ انا الان اتكلم باحترام معك. يا بس متى سبيت؟ انت تهجمين على شخصي. متى سبيت الشهداء؟ انت تسال وتقول انه الجزائر ما عندها تاريخ. الجزائر عندها تاريخ. خلنا مصطلح اني سبيت الشهداء. انا سبيت الشهداء. لو تروح على متاحف في مصر تجد اسمنا موقع انه الجزائر قبل ما تسمى الجزائر كانت تسمى نوميديا. التونسيين هذول اللي يسموا نوميديا عند التونسيين مو عند الجزائريين. الدولة العثمانية كانت يا ابوي الحين كلام دمير. هاي كلام البيطري. الحين كلام البيطري. هاي تاريخ البيطري. هاي العالم. يا متى كانت موجودة نوميديا؟ وش تحكي؟ نوميديا عندكم ولا عند تونس؟ الدولة العثمانية. الحين نوميديا تونسي. نوميديا في تونس ولا في الجزائر؟ اول شيء رحم الله والدينك يا ليلين. كانت تسمى نوميديا. اعتذر منك. امسك الواي فاي ولا روحي صوب المغرب، صوب وجدة ولا صوب تونس عشان تمسكين الانترنت وتعالي نتناقش. وثاني شيء نوميديا وما نوميديا هاي خرافات دومير والتاريخ المغلط. ناقشي واحد تونسي في موضوع نوميديا لو سمحت، لان نوميديا لا علاقة بالجزائر. تمام. تفضل النهاية. أنا بنت مش ولد. شو بدك أنت من الجزائر؟ بدي أفهم موضوعك. شو بدك تفهم عن الجزائر مشان حاورك؟ أنا بدي حرر القدس. بدك تحرر القدس؟ ما هن ولاد القدس وطلعوا منا عايشين بأوروبا وعايشين بالإمارات وعايشين بالجزائر وعايشين بتونس. مين راح يحررها؟ أولادها وهربوا منها. أنا ما بدي تدرين الشيء اللي أنت بدك. أنا بدي أعرف أنت إيش بدي إياكي. ما بدي إياكي أنت. لو ما كنتم طبعين لتحررت القدس. ما بدي اياكي انت. انا بدي اعرف التاريخ. انا ما بدي اياكي. وانت عندك تاريخ. انت عندك يا دويلة. انت دويلة عندك تاريخ. انا ما بدي اياك. انا عندي واقع يشتريك. انا ما بدي اياك. شو دخل الواقع يشتريني؟ روح اشتري شرف لإلك. لان اذا انت رجال روح اشتري شرف لإلك وبعدين قول لي يشتريني انا. انت
انا ما اكون جزائري رجال، واتكلم ولو كنت بديك رجال واتكلم ما عن تقذف الشرف. تعال ما ودي اقذفك، تدرين ليش؟ لانك بنيه وكان ما اقذفك من لهجتك اساسا. انزلي ما بدي يعني انزلي. قال لي بدي ما بدي، استغفر الله العظيم. الحين نحترم تتكلم اللهجه الحين تشوف الرمزه اللي تتكلم هي وتتكلم عن الشرف والتحرير. استغفر الله الاخوان يا اخي. تكبيسات مع دعم شو اسمه دعم للحساب، لا حد يوقف رحم الله والدينكم. شو اسمه فاجئ اللايف اللي عنده دعم يدعم اللايف مشان اللايف ما يكلفكم فلوس، ما ودنا فلوس منكم، بس ودنا دعم التيك توك ولا شو اسمه. بس استغفر الله العظيم. ما بدي يا ابوي. انتم الشعارات اللي تطلعونهم يوميا ودكم تحررون فلسطين، رقصة الحرية وما ادري ايش، تحرير فلسطين. انسان ما محرر حتى بلاده، ما عنده وثيقة معاهدة استقلال، يقول لنا وده يحرر وتهجم على الامارات اللي واقع افضل من واقعك 17,000 مرة، مع حتى افضل عن فرنسا اللي هي لان حين ما اعطتك وثيقة استقلال. تتكلم بعد. وثاني شيء لا حد يقول جاسم انت تغلط على الشهداء. اقول لكم الشهداء خط احمر، شيء ما حد يغلط على الشهداء. احنا نتكلم في موضوع ثاني. لما اقول لكم الشهداء رحم الله الشهداء ورب العالمين هو اللي يدري من الشهيد. عليكم السلام عليكم. اسكت خلينا نحكي شويه. تمام انا بس تفضلي انت. انا بنسحب. تفضل. اسكت شوي. اسكت انت تحكي اكثر من سؤال. اسكت شوي. اسكت خلينا نحكي. انت طالعه معاه وحكي ما بحكي رام لو سمحتي. عادي خلها تفضل. لا انا نحكي باحترام. هو اللي مش محترم حاله وهو يحكي مع الانسان اللي طلعت من قبل من شوي ما احترمها اصلا يعني. تمام لان ما عنده انترنت. ما احترمها والتعامل من المفروض ما يكونش كما هيك. التعامل المعامله تكون ما نعرفش انا اسلوب لازم يكون اسلوب محترم باش هي تفهم عليك وانت تفهم عليها. انت الدروس في الاخلاق وفي المعامله. تفضلي عطنا مداخلتك لو سمحت. انسان يطلع في بثك ويقاطعك ويتهمك انك تتكلم مثل الحريم ويعطيك دروس في الاخلاق. افهم يا ابو علاء. افهم يا ابو علاء. افهم يا اسمر. افهم يا اسمر. تفضل يا اخت. انت منين جاي؟ من المريخ حتى تتعالى على الناس؟ يلا ما في المريخ ما عندنا انترنت. تفضلي يا اخت عطنا مداخلتك. طيب كان كويس اخي. انت شو مشكلتك مع الجزائر بالضبط؟ ما عندي مشكله معك. وش مشكلتك مع الجزائريين بالضبط؟ انت ما فهمتش انا. اللي يطلع يسب الجزائر، اللي يطلع يقول الجزائر ما عندها تاريخ، اللي يطلع يقول الجزائر شهدائها في المتاحف. يكفيهم شرف انه شهدائهم الجماجم نتاعهم في المتاحف. لا تغلطي. ما قلنا شهداء في المتاحف، قلنا جماجم في المتاحف. الشهداء عند ربهم. فاهمين؟ افتحي المايك ولا تمرري المغالطات. تفضلي. اللي يطلع يتهجم على الجزائر، سمعتوا ان حد طلع يتهجم على الجزائر؟ ما سمعت انا. انت تهجمت على الجزائر. انت تهجمت على الجزائر. انت عم تتهجم على الجزائر ليش؟ الشيء اللي قلته غلط. وش الغلط؟ انت شو بينك وبين الجزائريين؟ شو عملوا لك الجزائريين؟ اخذوا لك اختك، امك، قتلوا لك ابوك. شو بينك وبين الجزائريين؟ انت تحكي اي كلام وخلاص. السؤال لو سمحت. السؤال انت تحكي اي كلام بس عشان تطلع الكونت تاعك، طلع حسابك، تجي تطاول على الجزائر ولا على الجزائريين. يا بس انا مو محتاج الجزائريين. فاقد الشيء لا يعطيه، والصدقه ما تطلع من السجن. ما انتظر الجزائري اني يعطيني الدعم ولا مستوى شيء. بس اذا ودك تناقشين شيء تفضلي. ثاني شيء انزلي تحت. اذا حد منكم يا اخوان الجزائر عنده شيء يتفضل يناقش بالمستوى يتفضل. غير الكلام المقاي. اول شيء طلعت طلبتي قسط واحترمناك. تفضلي. انت جاسم تتكلم مثل النساء ومرت تتهجم على ذولا ومرت. بس للحين ما اعطيت الجمله مفيده وتضيعين وقت. لان في ناس يمكن عنده معلومات عن الجزائر اكثر عنك. فهمتني كيف يا بنيه؟ ايش بلاكم كل واحد عنده لهجه لحاله. استغفر الله العظيم. واحد بدنا نحرر القدس، والثاني بده اياك، والثاني ايش بدك فيك كبسه بنسه، والثالث نوميديا، والثالث شهداء. ايش بيكم ابوي؟ استغفر الله العظيم. بس ذا اعوذ بالله. اخوان اللي عن شكرا يا جاي القافله. شو اسمه الدعم كان ما ينزل البث. القلوب الخرابيط هاي والسكر والشاي اللي عنده شيء يطرجه. بس لا تكلفون اعماركم. اخوان غير الجزائريين لا حد يطلب قسط. والله العظيم.
اول انسان ما يجيك يقول لك السلام عليكم وانت تتكلم على اساس ان السلام تقطع كلامك، معناته اذا حد قال لك السلام مفروض توقف كلامك وترد عليكم السلام. بالنكح جيناكم، تفضل. تفضل. ما انسان ما عند نص الدوله ما عندهم انترنت، نص الدوله ما عندهم نت، ويجيك يتكلم كأنه اساس. استغفر الله العظيم، نص الدوله ما عندهم نت. انت تعرف الجزائر اكثر من الجزائريين. والله العظيم. انت ابوي صار الجزائر 3 مرات. انا يوم على ايام عمي الله يرحمه كنا بنصير مطار حاسي مسعود عندهم في شو اسمه، يوم كانت شركه الينوك موجوده في الصحراء الجزائريه، كنا موجودين. اعرف انه كنت بشيل وياي دوم السيم بسويها انترناشونال عشان تمسك يا دوب. انا اخر مره رحت الجزائر والله اغلب الجزائري عندهم ال 3 جي بعد ما وصلت لل 4 جي. في عندهم السيم كارد هاي يقول لك لازم تغيرها، بتروح للشركه وبيعطونك 4 جي. وانا اعرف ذا الشيء، واذا في جزائري غلط يغلطني بعد. انزين، هذا مو غلط. لازم تعرفون يعني انسان بلد الغاز والبترول. لو انتم مثلا انتم مالي او موريتانيا ما حاسبكم. اسعد الله مساءكم. وبيخلي خير. هلا ومرحبا، السلام عليكم واسعد الله مساءكم. الله يعزكم بارك الله ننتظر فيك. اسامه من دوله الجزائر، وننتظر مداخلته بكل احترام بدون غلط وبدون تمرير مغالطات. اتفضل اخ. اكيد. تفضل. انا شفت صورة اللايف رقصة الحرية الفلسطينية حاضرة في مباراة الجزائر. اوكي، هذه من معلق رياضي. يعني ما فائدة الصورة؟ بس يعني اريد يعني توضيح. الشيء اللي ما عرفت انا اساسا اتساءل واسال الشعب الجزائري ما فائده الصوره؟ ان معلق جزائري يدعمونه كل الجزائريين هاي ويقول لهم رقصه الحريه الفلسطينيه، مع انه لا علاقه لا بحريه ولا باستعمار. لا عارف، لكن الرقصة هذه تدل على شاب فلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي. بس مو كذا الرقصة مو هاي. رقصة الهنود الحمر هاي غير. واللي كان في الفيديو فلسطيني بيرقص وبيهاجم في الهنود الحمر، بس مو بنفس الطريقة. هاي حق هاي الرقصة تدري حق شو؟ حق الحريم، حق الأكتاف. اوكي، ما لا علينا. لا علينا. هذه الصورة وش اسمها؟ حرية التعبير. حرية. لو خلوا الصورة مثلا بدون تعليق، اقول شباب يحتفلون بعد مباراة كرة القدم، مع انه اساسا كان التعادل. اسمع، حرية التعبير، اي شخص له حرية التعبير في الكلام والقول بدون مسس اي شخص. يعني يا اخي عادي، رقصة يعني للتشبه بالمقاومين الفلسطينيين. هذول شباب رياضيين الله يجزاهم خير. اوكي. الصحة. انا اتكلم عن الدحراجي، اتكلم عن هذا الحثالة اللي يستصغر الشعب الجزائري وما يحترم عقول البعض. لم يستصغر الشعب الجزائري، والشعب الجزائري كبير وعظيم بتاريخه بانجازاته. اوكي، هذه الجمل انا اسمعها يوميا. بس انا اتكلم كيف ان كنا مسؤول صحافي او شيء جزائري يتكلم عن رقصة الحرية. بالله عليك انت ما تحس عمرك استصغرت يوم قال لك رقصة الحرية الفلسطينية حاضرة في الملعب؟ رقصة اسمع شوف، يقول لها رقصة الحرية، أي رقصة يسميها أوكي، هذه حريته الشخصية وهذا رأيه الشخصي. أوكي، أنا لو تحط يعني رقصة بطريق أنت في البايو تبعك أو في حسابك الخاص، ما راح أعمل لك يعني لقطة الشاشة وأحطها. السلطة الرابعة بدولتك يا أسامة. حرية تعبير، كل شخص حر في حياته. معناته أنا ما أتدخلش في حياة يوم رئيس الجزائر يمثلك ولا ما يمثلك؟ أكيد يمثلني قيادة وشعبا، يمثل. والله ما عبره. يوم قال لكم الرئيس الجزائري فلسطين قضيتي الشخصية، يمثلك صح؟ أكيد يمثلنا، والقضية الفلسطينية قضية الشرفاء. وش سوى بعدها بأسبوعين؟ طرش ناقلات غاز للفلسطين لا الصهيونيين. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعطيك برهاني الحين، انتظر شوي. هات برهانكم إن كنتم صادقين. يعجبني الإنسان اللي يناقشني ويقول لك عط برهانك. أحب الأشخاص هذه، أحبك يا أسامة، أحبك يا أسامة، صرت أحبك. أنا أحب الناس اللي يقول
مع انك تعرف الجواب، بس يبالك دليل، يبالك دليل. هاتوا برهانكم اذا ان بعطيك كنتم دليل صادقين. بعطيك البينه على من ادعى صحيح، عندك صح، لازم انا اعطيك البرهان. هاتوا برهانكم ان كنتم صدق الله العظيم. يا سلام، انا احب العقل الجزائري، احب العقل الجزائري. بعطيك بس مو باليوم، بعطيك من سنه 2003 لين الحين. انتظر 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 انتظر. هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تعرف عندك شوي علوم من الاقتصاد والمواقع العالميه والشركات والسوالف هاي، ولا بعلم؟ الحمد لله. معناته تعرف الموقع، تمام. معناته اذا الموضوع فيه الحمد لله، معناته تعرف الموقع. الحين الحبيب، هذا الموقع تعرفه صح؟ طبعا تعرفه، هذا الموقع تعرفه. تمام. بنجيك الحين، خلك من اللي فوق، بنجيك من الاوائل، ايام الزمانات قبل لا يموت جدي وجدك. تعال الحين. تقرا انجليزي صح؟ لا ما اقرا انجليزي، عربي. تمام، عربي. لا عربي، لا تقرا فرنسي اساسا. المهم الحين لا والله لا فرنسي، اقرا سوى العربيه، اللغه العربيه. ما علينا اساسا. هذا الموقع عربي، يعني تعرف المواقع العالميه وتقراها عربي. من وين جبت الاستنتاج ذا؟ المهم عشان ما ينزل السريع. شوف هني ركز. في 2019 من صادرات الجزائر واسرائيل كذا استمرت 17 سنه بدون توقف، من سنه 2002. شوف هني 2002. تفضل. شوف صادرات الجزائر لاسرائيل واسرائيل للجزائر. شوف لين يوم الحين، شوف كم وصلت هاي السنه. اوكي 4 مليار فاصلة 4 مليار دولار. 4.4 مليار دولار. منو يصدر؟ الجزائر لاسرائيل. وتعرف انه ناقلات الغاز الجزائريه عندنا نسبه 97% عن خط ماغرب بايب الى اسبانيا، وتم قطعه وتحويله الى ايطاليا. ويعني في 2022 خليني نتكلم معكم. انت تقول لي 4 مليار. انت ما جاوبت على الصوره. لا انا صادرات مباشره. صادرات قل لي من اين مباشره؟ من اين؟ انا شوف انا قادر افتح لك موقع سبحان الله وبحمده. ليس انا شوف. وينو برهانك انت وينك يا جزائري؟ وين برهانك؟ هذا ليس. اسمع خليني نتكلم يا لا تقاطع. هذا انسان ما تقاطعش، اسكت. شوف اسامه تفضل. ما يقاطعك السموحه، انا اعتذر بدل. شوف اسامه، الحين انا السؤال عشان ما انتهي في المواضيع، انا سؤالي كان اوكي كيف ان رئيسك وده يدعم فلسطين وفي نفس الوقت يطرش الغاز لاسرائيل؟ هذا هو السؤال. ليس. دليل شوف الأخ الكريم، ليست لدينا تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان. هذه أول معلومة. ثاني معلومة، هذه المواقع لا أعتقد يا رجل ليست مواقع رسمية. هاي مواقع رسمية. OEC هذا موقع رسمي، موقع التجارة العالمي. ليس بموقع رسمي. انت قبل شوي يا اخ العرب ليس موقع رسمي. ليست لدينا مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني من الأخير. فرضا تمام أسامة، بناخذ على الراحة. أنا أعرف أنك ما بتعترف، بس تمام. فرضا أن الموقع هذا فبركة، وفرضا أن المواقع هذا مو رسمي، على الراحات. الحين إسرائيل منو أنشأها؟ الكيان، ما ودي أقول إسرائيل على أبوه. أنشأتها بريطانيا. زين، والدول الثانية زين، أربع دول، أربع قوى. بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا وتركيا. لا، تركيا بعد، تركيا جت على الأخير. لا، أنا نتكلم على اللي أنشأوها. تركيا لا، هذول اللي مطبعين. أنت حافظ ومش فاهم. إنزين، بريطانيا، فرنسا وروسيا وأمريكا، تمام. بعدها جت الاتحاد الأوروبي في الألفينات. جاء الاتحاد الأوروبي، فرنسا وبلجيكا وغيره، تمام. الاتحاد الأوروبي تأسس في 1999.
انا اقول لك الالفينات يوم توحدت العمله في 1999 تاريخ 11 زين، هذا اللي عايشين في اوروبا يعرفون، فاهمين كيف؟ واصحاب فرنسا يعرفون الفرق بين الفرنك وبين الاورو. المهم شو اسمه، انت عندك علاقات مع فرنسا؟ لا، ليست لدي علاقات مع فرنسا. معناته تنزل اخوي تحت اسامه لانك ما بتعرف شيء. لا، انا اتكلم لك علاقات تجاريه، كاين علاقات اسمع اسمع اسمع، لا انت تكلمني بموضوع شخصي او بموضوع دوله في دوله، انا اقول لك موضوع شخصي ما عندي علاقات. اما تتكلمني اتكلمك اذا انت وفرنسا، اتكلمك اذا انت وفرنسا حبيبان، اتكلمك علاقه ابوي، ما قلت لك انت حبيبان. اكيد نقول لك، راح نجاوبك انت. ما بين الجزائر وفرنسا كانت علاقات دبلوماسيه وعلاقات تجاريه. تفضل كمل. لين جاوبك صريح يا برا. حاليا موجود ولا لا؟ حاليا تم التقليص العلاقات ولا مو موجود؟ الدبلوماسي موجوده العلاقه. سبحان الله بحمده، ما دام عندك جاليه جزائريه في فرنسا تقدر ب4 ملايين جزائري. انا ما قلت لك اعطيني التبرير، انا قلت لك موجوده ولا مو موجوده؟ موجوده. عندك علاقات مع بريطانيا؟ موجوده علاقات مع علاقات بريطانيا؟ موجوده. عندك علاقات مع روسيا؟ موجوده علاقات روسيه جزائريه مشتركه. انت عندك علاقات مع ابوه للشيطان، وش بدك في الشيطان؟ انت عندك علاقات الكريم. مع اللي انشا الكيان، انت عندك علاقات مع اللي انشا الكيان، تتطرش اللي انشا الكيان، وش ودك في الكيان؟ انا جيتك من الاخير بالخشيبات. اخ الكريم، اقول لك حاجه وما اقول لكش. اوكي ما دام عندنا علاقات، لكن اذ نفهمك احنا الجزائر لا بس انت اول شيء في طور الانجاز ولله الحمد. انا فاهمك الاخ الكريم، انا فاهمك. عندنا علاقات مع بريطانيا وعندنا علاقات، لكن مع الدولة ذاتها. لكن ليس لدينا علاقة مع الكيان الصهيوني، والجزائر لا تعترف بالكيان الصهيوني لأننا لا نعترف بها كدولة، لا نعترف بها ككيان. فرنسا شوف، إذا أنت تعترف بالأب ما لك دخل في الابن. إذا فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكلهم هن اللي يدعمون الكيان، معناته ما لك دخل بالكيان. الكيان أساسا موجود ولا مو موجود؟ أوكي. أسألك سؤال. فلسطين دولة عربية أو ليست دولة عربية؟ عربية ومسلمة. أنت تريد تحرر دولة فلسطين أو لا؟ شخصيا أريد ذلك. شخصيا لا؟ الحين ودك أنت تريد تحرر ولا جاوبك على حليمة؟ أنا جاوبني على جاوبني على سؤالي، أجاوبك على سؤالك. أنت تريد تحرر فلسطين أم لا؟ خلص مولانا، خلص. ولماذا تطبع؟ إذا وضعت يدك مع الجلاد، لماذا تريد أن تتحرر فلسطين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نهانا على التطبيع مع اليهود والتجارة معهم؟ لكن هذا أخاك المسلم 20,000 شهيد في 100 يوم. أجيب على السؤال. نعم، لكن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ينهانا، ولكن نحن في حالة حرب مع اليهود. ولماذا تضطريت إذن؟ نحن لم نصدر الغاز إلى إسرائيل أبدا، ولن يحدث ذلك. دام الغاز إذا لم تبعثه لإسرائيل، وإذا لم تبيعه، وإذا المواطن بعد على طوابير الغاز، فأين الغاز؟ نحن نصدر الغاز إلى أوروبا، يعني بصريح العبارة، كما أنتم تصدرون إلى العالم. لكن ليست لنا علاقات مع دولة إسرائيل، لا من بعيد لا من قريب. تمام اخوي اسامه، تمام احترمك على اسلوبك. لكن نقول لك لا اخ الكريم نعطيك اسمع نعطيك معلومه. نحن يعني نحن ألف كلنا واحد عرب. في القسط فهموا المقصود وانت بعدك ما فهمت. لا الاخ الكريم، انت تضع الفتنه على ظهور الجزائريين. شوف، نقول لك شغله الاخ الكريم، نحكي. خليني نتكلم من باب اسمع لي تفضل. الكل مطبع، الكل عنده علاقات مع الدوله هاي، مع الكيان ذا. ما في حد ما عنده علاقات.
عشان نختم وياه، اوكي فلا تفضل. الكلام الفاضي والفضفض حنا وما حنا الخرابيط هاي ما نبغاها. اول شيء لازم تعرف، اول شيء انت كانسان اذا سالتك ما معنى التطبيع ما تعرف، فمعناتها لا تتكلم شيء انت ما تدري به. التطبيع هو الاعتراف بدولة، اعتراف بدولة معادية على اخوك المسلم. لا من الاخير الاعتراف زمان، انا اتكلم لك عن التطبيع، تطبيع العلاقه، تعرف معنى التطبيع ما تعرفه، ما تعرفه. شفت يوم قلت لك الحمد لله انتم مطبعين، نحن لا نعرف معنى كلمة تطبيع. ما تعرف صح، وليش تتهم الناس بالتطبيع دامك ما تعرف؟ لا نعرف معنى كلمة تطبيع مع إذا ما دولة لا تعرف توجد في معناها، الأساس، مع دولة إذا غاشمة. ما تعرف المعنى، إذا ما تعرف المعنى معناته لا تتهم الناس بأشياء ثانية تظنها أنها سلبية، يا ممكن تكون إيجابية. يا أخي الكريم، أخي الكريم، أنت قلت لي أنا نريد أنا تحرير مش مطبع. فلسطين. إيه أنت قلت لي نريد تحرير فلسطين، في نفس الوقت مطبع. أنا مع التطبيع العلاقات مع من يحتل فلسطين. لأنك للحين قبل شوي تقول ما تعرف معنى التطبيع، لو كنت تعرف معنى التطبيع كنت تعرف وش قصدي من تحرير فلسطين، فهمت كيف؟ يعني أطبع، الدور في نفس يعني أطبع مع من يقتل أخي المسلم لكي يتحرر أنت ما أخي تعرف المسلم. معنى التطبيع، ليش تتكلم عن التطبيع؟ انت ما تعرف معنى لا التطبيع. لا شوف التطبيع هي شوف التطبيع يعني فتح سفارات في كل، يعني التطبيع والاعتراف بالدولة، ويكون ما بينكم علاقات اقتصادية وعلاقات دبلوماسية، وفتح مكاتب في كلتا الدولتين. أسامة قبل شوي تقول انك ما تعرف، هل نزل عليك الوحي؟ ما أعرف معناه، يعني في المنطق في الواقع أن نحن لم نطبع. والحين تتكلم لي في الخيال؟ أنا أتكلم وش شافت عيني وماذا فعلتم أنتم. فتحتم مكاتب في إسرائيل. أخوي أسامة بقول لك شيء، لا أقول أنا قبل ما أنزل، لا نقول لك شغلة يا جاسم، نقول لك شغلة. لعن الله الفتنة ومن أيقظها. أوكي أنت لو تصلح البال وتصلح، ونقول لك شغله، احنا نقولوا انت انت يعني انت حاطط الجزائر، يعني انت حاطط الجزائر كانها جايتك حجره في الصباط. انت الجزائر شخص ثالث تسوي فتنه بين شخص ثاني والشخص الاول، بس وين الفتنه بالموضوع؟ علمني لو سمحت. انت زعلان عشان اسوي فتنه بين كيان؟ لا فتنة بين الشعوب العربية والجزائر. يعني أنت تصور الجزائر كأنها الكل متفق وياي إلا أنت. عادي. وين الشعوب العربية؟ أنا مع الحق. أنا مع الحق. ناقشت تونسيين، ناقشت ليبيين، ناقشت مصريين، ناقشت مغاربة، ناقشت سواعدة، ناقشت كويتيين، الكل متفق ورأيي إلا أنتم شعب الجزائر. قال لك هل الجزائر ليست لها سفارة في فلسطين، وفلسطين لم تعترف بها كدولة مستقلة لأنها دولة محتلة. أوكي لما تكون على شوف أول شيء الجزائر ما طرش مساعدة لفلسطين. الجزائر دولة غنية بتروليا وغازيا، الفلوس أنتم تطرشون. أنتم تطرشون. الفلوس اللي تصرفونها على تندوف الجنوبيه، دوله تندوف الجنوبيه، والله العظيم لو تصرفونها على فلسطين كانت فلسطين من اساسا فلسطين، والله اذا تشوف فلسطين تشوف غزه افضل من وهران. اذا تشوف بنايات غزه افضل من وهران. قبل 6 اشهر. قبل 6 اشهر. قبل 6 اشهر كانت غزه افضل من تمراس. ليش يدعمون بس احترمك يا اسامه. ليش ما يدعمون فلسطين؟ ما دام هم يجلطوني بجلطهم. انا جلطت بنتي موجوده وياي في البث، بنتي الحين تطلع البث. تدري ان بنتي الحين تطلع البث مع اني ما متزوج ولا عندي اولاد، بس بنتي فيه موجوده هني وتطلع البث وهي تضحك عليهم. ترى عمرها ما ادري كم، ام وسيم. بس احترمه، انا احترم ان منو اللي قال طلعني حينه. كم أنت كبيرة يا الجزائر، كم أنت كبيرة. أخي أسامة تحترمك، أسامة استغفر أسامة. وين اللي قال طلعني حينه؟ لا بجيب لكم الدكتور عبد الكريم
الحين ياكم الدكتور عبد الكريم. اخوان دعم للحساب، تشير البث، تكبيس. جاكم الدكتور عبد الكريم، تكبيس ومتابعه للحساب. الدكتور عبد الكريم، كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله بخير، انت شو اخبارك؟ الله يبارك فيك، لك وحشه يا اخي. شو اخبارك دكتور؟ بس بالغلط والله تحرك دكتور جزائري يا عبد الكريم. شو اخبارك؟ مشيتيني والله يا اخي تحرك دكتور جزائري. كيف والله العظيم. بدر تعال، بدر تعال سالفه فاتك. طب قست. هلا عبد الكريم، شو اخبارك؟ سك طيب. الله يطول عمرك يا جاسم، كيف حالك وكيف الدكتور عبد الكريم والله العظيم ما نستطيع القست بس للجزائريين غير شمال افريقيا. انا طالع اسلم عليك انت وهذا خينا اللي كيضحك، هذا اللي كيضحك، هذا خينا اللي كيضحك، هذا هذا اسمر. انا طالع اسلم عليك. تعرف متهميني برامج من الصبح. شكرا عبد الكريم. الله يبارك فيك اخي، والله شوف الله يجعلها اخويا جاسم، اخي جاسم الله يجعلها في ميزان حسناتك، الله يجعلها في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. شكرا، الله يحفظك. استاذنا الغالي. شكرا دكتور، الله يحفظك، الله يسلمك. نجيب شو اسمه اللي كان قبل شوي طالب قست، دكتور على السريع بالله الدكتور شو اسمه، بدر فاتك كان ودي اياك في التاريخ. انت عارف انك عندك شوي علوم من التاريخ، بس ما عبد شو اسمه، وين وطني يا ابوي، شو اسمه، وايد الطلبات مشان ما يطيح اللايف، ما يقدر يوقعون اللايف يا اخوان. تشجيع دعم شيء ما ادري، المهم شيء طر شوي شيء. شكرا يا تبون احمد وطني. تفضل وطني. لا سلام على المطبعين يا جاموسه. الله يكون صاير. من اي بلد خائن؟ من الامارات ولا السعوديه؟ من اي بلد يا خونه؟ فلسطيني لو سمحت. الجزائر ما تطبع يا خونه. الجزائر ما تطبع. واش غلي هذاك الصوره؟ حريمكم برمجين بعد. خلي لي الصوت، لا تخاف خلي. كيف انت تسبين وما خاف؟ راحات كيف اخاف؟ انا اخاف من الحريم، اخاف تطلعين عن طورك وبعد التراوينا شيء ما ودنا نشوفه. اخاف تفتحين الكاميرا، استحي. عيب الكلام، تكلم باحترام. كيف لا كلام لا كلام؟ يهمنا رايك. لو ما قلت السطل الاحمر هم اللي يفتحوا الكاميرا. السطل الاحمر العقدة. رجعنا لسالفة المغرب، رجعنا للعقدة المغربية. ردينا ردينا للعقدة المغربية. الله الكولسة اخوان، الفبركة. فلسطيني لو سمحت. فلسطيني ولا اماراتي ولا سعودي. حاشاك تكون فلسطيني، حاشاك يعني. خير اهم شيء مني ما اكون جزائري. خير اني لو ولد جزائري مثلا واسب واقذف واتكلم عن المغرب وتكون عقدتي مغربيه. اتكلم عن المغرب، كل فشل عندي داخل البلاد اسب للمغرب. فكل فشل نظامي تفكيري، كل سواليف الدنيا والعالم كله فشل مؤامره مغربيه. الحين نتكلم عن فلسطين المغرب، وتجاب ام المغرب في الموضوع. استغفر الله العظيم. بل وانت ايش العقده المغربيه ذي؟ خلوا عنكم المغاربه نايمين لحالهم. كل فشل داخل البلاد الا سببها المغرب. حتى في تفكيركم سبب المغرب مأثر عليكم. يمكن يطرشوا لكم الزطله هاي. والله لو يوقفون تصدير الزطله احسن. واحد جزائري قتلني بالضحك يا شو اسمه اسمر، يقول لي والله العظيم ذول الجماعه انا متبري منهم، لو نعطيكم المسؤولين كلهم وتعطينا يعطونا المغاربه كيلو زطله حره. كان متبري. كاتب المغاربه بالتعليق يقول لهم والله بعطيكم كل المسؤولين جمله شيء ويعطونا كيلو زطله حطره. زين الحاصل يا اخوان رحم الله والديكم. زين خلنا نعيد ورد السالفه. 57 في القسط. تدري ما ودي المغرب ما لي خص بالمغرب. اذا شيء بينكم وبين المغرب تفضلوا افتحوا لايفات على المغرب، ما لي خص. شيء بينكم وبين المغرب ما لي خص. انا الحريم رحم الله والدينكم ما ودي ازعل، ما ودي تزعلوا يا الحريم. فلا تطلبون قسط لاني ما فيني اغلط على الحريم. عيب ترى، عيب الكلام ذا. انت انا هنا يغلطون يوم انا ارد عليهم يقولون انت تغلط على الجزائر. هذا رد يا اخوان، لازم تفرقون بين الرد والتهجم. تفضل عبد الغاني.
السلام عليكم أستاذ، كيف الحال؟ عليكم السلام. هذا مو جزائري. لا باش نكون صريح معك، أنا مغربي، فإذا كانت الفرصة ما متاحاش باش نتكلم كمغربي لا ننزل. سموح، لان اساسا عندهم عقده مغربيه وتتكلم انت مغربي صافي، بيصيحون الحين ما كاينش وبينتحرون مشكل. جماعيا. تمام. فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك أخ جاسم. شوف الاسلوب، شوف الاحترام عند الجماعه. شوف التونسي يطلب قسط باحترام، المغربي يطلب قسط باحترام، السوري باحترام، العالم. الحين جتنا اميره الاميرات، انتظروا يا اخوان، هاي ما تسبنا. تفضلي اميره، تفضلي مولاتي تفضلي. شالوم. سلام عليك مولاتي، لا تبلغين علينا يا مولاتي. المرجو الاتصال لاحقا يا مولاتي، نعتذر منك، الملك غير متفرغ حاليا. انزين، الحمد لله صاروا يجونا امراء. الحمد لله يا جاسم، حليلك يا جاسم. بنتي موجودة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخي جاسم؟ الحمد لله بخير أخوي، ايش أخبارك؟ ساك طيب؟ والله الحمد لله. لا تزعل، ترى الموضوع مو شخصي مع الجزائريين، ترى والله العظيم مسخرة. أنا بصفتي جزائري لا أحكي على الجزائري والمغربي. المسلم يشوف نفسه. أخوي بسألك سؤال شخصي، ما حد أنت ما تعاطي شيء؟ أنت مدخن شيء؟ سلعة مدخن سلعة مروك. المغاربة بترشي لك شيء؟ لا واقول لك الصدق اخوي والله العظيم، شوف انا هاي ادخنتها في اوروبا، عندهم المغربيه ذي هاي يسمونها الذهبيه البلديه ولا شيء من الاخير، شيء من الاخير. هذا الزطله المغربيه تخليك تخليك تتخيل ان تاريخك وتاريخ، تخليك تتخيل اشياء مو موجوده في الاساس. هاي اقوى شيء الزطله المغربيه. وتفضل اخوي سفاكس. مع السلامة. مع السلامة. شكرا على حبيبي عزيز وغالي، والله العظيم عزيز وغالي. شكرا يا اخي. استغفر الله. اسمر وين؟ استغفر الله العظيم. الله العظيم، هذا اول جزائري مهضوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خلاص بنسحب يا اخوان، انا بنسحب، ببند البث. السموح يا اخوان، اللي مو مسوي متابع يسوي متابع البث، انا خلاص. السلام عليكم. اغنية والله احنا نسمع. لا والله بنسحب يا اخوان. بنتي موجودة هني. استغفر الله. السلام. ام وسيم موجودة هني، لازم اسير طرد العيال. يلا انزين يا اخوان، السلام عليكم. قاعدين افتح لكم البث. ريد رينج موجود؟ ريد رينج موجود ولا مو موجود؟ ايه خايف انا اكبر خواف على وش له. تمام، تمت المهمة بنجاح صح؟ استغفر الله العظيم. تمام، يلا زين يا اخوان، اعتذر منكم، السلام عليكم. والله العظيم اني كنت زعلان طول اليوم، بس يا اخي الجماعه بطني بطني بيعورني من الضحك يا اخوان. استغفر الله العظيم. يلا السلام عليكم اخواننا الجزائريين، اعتذر منكم، ترى مساله مو مساله موت وحياه، ما ندري نصحى باكر ولا ما نصحى، لا تاخذون الموضوع شخصنا، ترى احنا نناقش باش افكار وانتم
انتم مع انكم غيورين على البلد فتعطون ردة فعل شوي غير محترمة، فبرد عليكم وجيب بجرحكم، واسمحوا لنا والسلام عليكم.